هذا الفيديو موجه لكل الناس اللي بتركب ديدي اندرايف واوبر. اوعى حد ينصب عليك. انا احكي لك من تجربتي الشخصيه. في سواقين كتير ما بحبوش انهم يبداوا الرحله، فبتقول له يا باشا انت مش بدات الرحله ليه؟ فبيقول لك هنهيها لك ومش هيطلع عليك ضريبه، وبيقعد يلفها معاك شويه. اما تنزل بتقول له انهي لي الرحله، ساعات بينهيها وما بيطلعش عليك ضريبه، وساعات ممكن يطلع عليك ضريبه. وانا وصلت معايا ضريبه وصلت 25 جنيه، وبناء عليها ممكن ان هو يعلي الاجره حسب انت وذكائك بقى. فانت لما تطلب خد سكرين شوت للرحله تبعتك عشان تعرف قديش السعر. مشكله اخرى هي مشوار المطار، لانه عاده السواقين بتاخد فيه سعر عالي وما بيبداوش الرحله وبيحاسبك على كارتة المطار. ديدي واوبر من ضمن حسابك بتبقى كارتة المطار اللي هي 30 جنيه، ولكن السواقين بيقول لك لا ما فيش الكلام ده وانا هاخد ال 30 جنيه وما فيش ان هو بيشيل كارتة المطار والى اخره. غير ان هو ما بيبداش الرحله وبيقوم مديك واحده 150 جنيه بدل ما هو الحساب بيكون مثلا 100. ولما تقول له انا ماخد سكرين شوت او بتقول له كذا بيقول لك بيني وبينك ربنا هات 120 جنيه. الخلاصه ان هو ما بيلتزمش بالسعر اللي مكتوب. وخلي بالك لو السواق جوه المطار وهتطلعوا من المطار سوا، يعني هو كده كده دافع كارتة المطار، فما تدفعش انت ال 30 جنيه زياده. الموضوع هذا اتكرر معايا كذا مره، ومن بعديها وانا باخد بالي لهذا الموضوع كويس، لانه للاسف في كتير من السواقين احب ما عليهم ان هو ينصب عليك. فانتبهوا لهذا الموضوع وبس كده.